شفت النصاب البجح ده كان عايز ينصب على الست دي في 100 جنيه ازاي؟ شوف كده. حالا انا كنت هتعرض لعمليه نصب عبيطه، عبيطه والله. جات لي رحله دلوقتي عادي، خدتها. كان تقييمه كمان 44، بس قلت عادي ممكن يكون بيدفع فيزا، مش حكايه يعني. فمجرد ما ركب الراجل معايا، راجل محترم لبسه مهذب كده، هو مهذب في نفسه، ومعاه شنطه اللي هي بتحط فيها الاوراق. وبعد ما ركب معايا وقعد وخلصنا ووصلنا والرحله خلصت خلاص اهو مفيش اي حاجه. جينا نحاسب، حسابه كان 78 جنيه. راح الراجل مديني 100 جنيه. رحت انا حاطه، انا عندي في الشنطه ديت في سوستتين، سوسته بحط فيها الميات والميتينات والفلوس والخمسينات، والسوسته اللي قدام بحط فيها العشرات والعشرينات والخمسات. رحت حاطه ال 100 جنيه وراه في السوسته اللي ورا، رحت دب ايدي في الشنطه في السوسته اللي قدام، طلعت له 20 جنيه واديتها له. فالراجل قاعد، فبقول له فبصيت له خير، فبقول لي الباقي؟ قلت له ما انا اديتك 20 جنيه. قال لي لا، وال 100 جنيه؟ قلت له مالها ال 100 جنيه؟ قال لي في لسه باقي 100 جنيه. قلت له لا مفيش انت مديني 100 بس. قال لي لا انا مديكي 200. قلت له لا انت مديني 100، انا بص عليها وشايفاها 100. رحت دب ايدي في السوسته اللي ورا، مطلعه له ال 100، قلت له دي ال 100 جنيه اللي انت مديها لي. راح صوته بقى اتغير وصوته عالي، انا مديها لي، مديكي 100 جنيه، انا مديكي 200 جنيه، انا اصلا مش نازل من بيتي غير ب 200 جنيه، معياش غير 200. قلت له يا عم انت مديني 100، ما تعليش صوتك، انت مديني 100. قال لي لا انا مديكي 200 جنيه. ازاي يعني انت مش المهم يعني رحت انا دب ايدي تاني في الشنطه، ورحت جايه مطلعه الفلوس. رحت مطلعه له، الحمد لله ان طلع معايا خمسينات وميات بس. قلت له على فكره انا معيش اهوت والشنطه فاضيه، انا معيش غير ميات وخمسينات، ايه كلت ال 200 جنيه بتاعتك حطيتها في بقي. راح الراجل وشه بقى قلب كده وراح قال لي ازاي انا مديك 200؟ قلت له طب اهو انا مطلع لك خمسينات وميات، ازاي يعني؟ طب انا بقى دلوقتي لو كان معايا 200 جنيه كان الراجل عمل فيا ايه؟ كان هاخدها وكنت ما كنتش عارف، مش عارفه كنت هعمل ايه. دي بقى طريقه نصب جديده، ما شاء الله عليهم بيبتكروا بالنصب. والله النصابين بيبهرونا باختراعاتهم، واحنا برضو لازم نحذر من الطرق الجديده للنصب دي، وما تدخلش فلوس وانت بتحاسب حد غير بعد ما يمشي وتخلصوا الحساب مع بعض على فلوسك، وخلص الكلام.